السلام عليكم. اتسألت كتير هل ينفع اعمل اوتوميشن تريجرد من اكسل شيت؟ وطبعا طول ما انت عندك الفيديو ده ما ينفعش تسألني يعني ايه اوتوميشن ويعني ايه تريجر. والاوتوميشن ده يكابتشر الديتس اللي موجوده جوه الاكسل شيت ويعمل بيها ريمايندر على الايميل. طبعا بسيطه، تعال نشوف هنعمل كده ازاي. هبدأ القصه دي كلها من جوه الشير بوينت سايت، فركز معايا وامشيها معايا واحده واحده. اول حاجه جوه الشير بوينت سايت هكريت اكسل شيت. طب هل لازم جوه الشير بوينت سايت زي ما انا عامل؟ لا، ممكن جوه وان درايف. المهم اكسل اونلاين. هعمل نيو. انا طبعا جوه الشير بوينت سايت بتاعي جوه دوكيومنتس عملت نيو وعملت اكسل ورك بوك، فهيفتح لي اكسل ورك بوك عشان اشتغل عليه. طيب فتح لي الاكسل ورك بوك، هبتدي اكريت تيبل بداتا اللي هتبقى عند معظم الناس اللي عايزه تعمل ريمايندر مثلا زي ما اتفقنا. فهكتب هنا مثلا نيم، وهكتب هنا مثلا ديت، وهكتب هنا ايميل، وهكتب هنا مثلا سوبرفايزر ايميل، وهختار اي حاجه بقى. هنا هكتب نوتس، اي حاجه بقى ايا كانت الداتا اللي عندك. اعتقد ان دي الداتا الاساسيه اللي ممكن تبقى عند اي حد. هحول الداتا دي لتيبل بان انا اعمل كنترول تي لو انا مش فاتح الاكسل اونلاين، او ان انا ادوس انسيرت واخليها تيبل. هيقول لي ماي تيبل هاز هيدرز، هقول له يس ماي تيبل هاز هيدرز. اوكي، فكده حول لي ده لتيبل. مجرد ان انا اسلكت على ده كده فهيقول لي ده اسمه تيبل 1. هنستخدم تيبل 1 دي جوه الاوتوميشن. المهم هكتب هنا اسمي مثلا، والديت تاريخ النهارده، وهنا في النوتس هكتب مثلا نوت 1 وهنا نوت 2. طبعا عشان هو تيبل فهو اعتبر ان ده رو جديد جوه التيبل. هكتب هنا مثلا احمد. طيب كده الاكسل شيت جاهزه جاهزه. يلا نطلع بقى على الاوتوميشن. هنروح طبعا من اي حاجه من 365 على اللاين دوتس، هنروح على باور اوتوميت، هنقول له عايزين نكريت نيو اوتوميشن. الاوتوميشن ده عباره عن scheduled cloud flow، هسميه reminder from اكسل، وهقول له ان انا عاوز ده يرن كل يوم. وركز معايا في دي. ليه انا بقول للاوتوميشن ان هو يرن كل يوم؟ لان كل يوم الاوتوميشن هيدخل هيسكان كل الداتا اللي موجوده، وهيشوف الكونديشن اللي انا هحطه له. الكونديشن اللي هحطه له ان انا اقول له تاريخ النهارده بيساوي التاريخ اللي موجود جوه الاكسل شيت، فساعتها هيرن فيبتدي الريمايندر يطلع. تعالوا نشوف الاكشن ده بيتعمل ازاي. ستارتنج تمام الساعه 10 الصبح مفيش مشكله. هيرن كل دقيقه؟ لا طبعا، هخليها كل يوم وهدوس كريت. خلاص هو كريت لي التريجر. بعد كده هندخل على اول اكشن. هقول له ان انا عايز اجيب بقى الاكسل شيت دي، وهقول له بقى الاكشن اللي انا هختاره دلوقتي. هقول له عاوز اجيب الاكسل شيت دي واشوف كل الداتا اللي موجوده جواها. الاكشن ده اسمه ايه؟ اسمه list rows present in a table. اهو موجود هنا في الاكسل اونلاين. اول حاجه طلبها مني لوكيشن، فاللوكيشن عندي في الشير بوينت. اسم الشير بوينت سايت بتاعي الاكسلنس. بعد كده هروح على اللايبراري اللي اسمها documents. تمام، جوه documents في عندي فايل انا سميته، هو الفايل ده احنا سميناه ايه؟ book 1. فتمام هنرجع هنا هنقول له book 1. طبعا كان ممكن نسمي الفايل بس ما علينا. التيبل بقى اسمه ايه؟ التيبل اسمه تيبل 1 اللي انا كنت وريته لك جوه الاكسل قبل كده، تيبل 1. خلاص الستيب دي مهمتها انتهت بان هو يلست روز بريزنت ان تيبل، يعني يجيب بس الروز دي ويلستها قدامه، يحطها قدامه بس ما يعملش اي حاجه تانية. طيب وبعد كده وبعد ما يلست الروز عايزه يعمل ايه؟ عايزه يدخل يشوف الديت اللي موجود جوه الاكسل شيت دي بيساوي ديت النهارده ولا لا. طيب انا عاوز اساسا في الاكسل شيت دي احط حاجه مش موجوده في ديت النهارده عشان اطمن وانا بتست الابلكيشن بتاعي ان انا ما عنديش حاجه زياده هتتبعت. يعني مثلا ده مش هخليه في تاريخ النهارده، هخليه في تاريخ بكره. تمام، عشان اطمن ان هو مش هيتبعت. واخد مثلا الداتا دي تاني زي ما هي واعمل لها هنا بيست، وهغير دي هخليها نوت 3 عشان اطمن ان نوت 3 ده مش هيتبعت، لان الريمايندر بتاعه المفروض ما يبقاش النهارده، المفروض يبقى بكره. هرجع تاني لباور اوتوميت وابتدي ادخل على الاكشن اللي بعده اللي هو ايه؟ كونديشن. انا عايز احط كونديشن يقول لي لو تاريخ النهارده بيساوي التاريخ اللي موجود في الاكسل شيت دي ولا لا. اهو انا كاتبها غلط بس هو جابها لي كونديشن تحت كنترول، وابتدى يقول لي ترو اور فولس. كونديشن هحط له الكونديشن ده هنا، لو الكونديشن ده اتحقق الريزلت بتاعته بقت ترو هينفذ الاكشن اللي هحطه له هنا، لو فولس هينفذ الاكشن اللي هحطه له هنا. وممكن طبعا ما احطش اكشن وهو ده اللي انا هعمله. طيب ايه الكونديشن بقى بتاعي؟ الكونديشن بتاعي ان انا هروح على تشوز فاليو، هروح على الاف اكس، هكتب له فانكشن طبعا، هقول له انه فورمات ديت تايم، وامشيها معايا دي زي ما هي كده خطوه خطوه. فورمات ديت تايم تاريخ النهارده، اللي هو تاريخ النهارده. هجيب تاريخ النهارده ازاي؟ من ناو يو تي سي ناو زي ما هي كده،
كوما هو طالب مني دلوقتي ايه فورمات يو تي سي ناو، ده هيجيب لي اللونج ديت يعني الديت كامل بتاريخ دلوقتي، بس انا هاخد منه التاريخ فقط لان انا مش فارق لي قوي الوقت. لو تاريخ النهارده بيساوي التاريخ اللي موجود في الاكسل شيت هيبقى الريزلت بتاعته ترو. فتاريخ النهارده ده انا هجيبه وعايز اجيبه على قد التاريخ بس مش عايز اخليه ياخد الوقت معاه. فالفورمات بتاعي هيبقى ايه؟ هحط سنجل كوتيشن مش دبل كوتيشن، سنجل كوتيشن، وهبدا بالمانث وهحطه كابيتال كده، وبعد كده داي، وبعد كده 4 واي عشان الير، وهاخد دي كوبي زي ما هي كده عشان هحتاجها تاني في الناحيه التانيه. الناحيه التانيه اللي هي ايه؟ هدوس دلوقتي اد وهروح is equal to، انا كده قلت تاريخ النهارده، عايز اخد تاريخ بقى اللي موجود في الاكسل شيت، يبقى هروح على الاف اكس وهقول له فورمات ديت تايم برضو وهفتح قوس وهقول له مش تاريخ النهارده، هروح على الدايناميك كونتنت وهدور على الديت، فهيحط لي الديت. طبعا وهو بيحط الديت راح حط لي هنا فور ايتش لانه خلاص فهم ان هو كده هيعدي على كل رو موجود جوه الاكسل شيت دي. بعد ما حطيت الديت هعمل الكوما بتاعتي، قال لي فورمات هقول له بيست، نفس الفورمات بتاع التاني بالظبط ما ينفعش يختلف. طب هقول لك على تريكايه كده من غير ما نعملها بالمنطق. لو انت مثلا عاوز الريمايندر ده يجي كل سنه، يعني مثلا انا عندي حاجه بحتاج اعمل عليها ريمايندر كل سنه، ومثلا الستارت ديت بتاعها 2025 يوم 1/5/2025، بس انا عايز كل سنه في يوم 1/5 يجي ريمايندر للشخص ده. هنعمل ايه؟ بكل بساطه جوه الفورمات هتشيل الير، فبالتالي هيماتش المانث والدي. لو بيماتش المانث والدي يبقى كل سنه هيجي له رينيوال في اليوم ده، لان هو مش بيبص على السنه اساسا. زي ما احنا disregarded التايم نقدر نديسريجارد الير، ودي يوز كيس لطيفه وانا بستخدمها كتير. المهم هنكمل في اليوز كيس بتاعتنا. كده احنا قلنا له ان تاريخ النهارده يساوي التاريخ اللي موجود في الاكسل شيت. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هدوس سيف طبعا. احنا لسه ما عملناش الاكشن اللي هو لو لقاه ترو هيعمل ايه، بس تعالوا نتست الاوتوميشن زي ما هو كده. ايه ده، هو انا ينفع تيست؟ ما هو ما فيش اكشن هيعمله. هو فعليا دول تو اكشنز هو خدهم، بس ما فيش ايميل هيطلع بس انما فعليا في عندي تو اكشنز. الاكشن الاولاني ان هو هيليست الايتمز اللي موجوده في الاكسل، والاكشن الثاني ان هو هيشوف التاريخ الديت ده موجود نفس تاريخ ديت النهارده ولا لا. تعالوا ندوس تيست ونشوف من غير ما نحط موضوع الايميل، هنحطه في الاخر، ده سهل وبسيط. هقول له تيست فلو مانوالي تيست ران فلو دن. كويس ان هو جاب لي الايرور ده، يبقى حلو قوي ان انا تيست، واكيد انت متفق معايا لان الايرور ده انا محتاج احله. الايرور ده هيظهر لك على طول لو انت استخدمت الاكسل، عشان هو بيحتاج منك انك انت تفورمات الاكسل او الديت في الاكسل بشكل معين. فسيبني من كوبايلوت دلوقتي وانا هروح. هو دلوقتي عمل اول اكشن ووافق عليه وما عندوش اي مشكله فيها، بس هو جه يتعامل مع الديت جوه الاكسل لقى عنده ايرور، عنده مشكله ما. المشكله بكل بساطه هنرجع للايديت مود وهروح على الاكسل نفسها مش الكونديشن، رغم ان ما كانش فيها مشكله بس المشكله ظهرت في الاكشن اللي بعده. وهروح على الادفانس بارامترز وهروح على ديت تايم فورمات وهطلع بره عشان تظهر. هقول له ديت تايم فورمات، هختار ايزو 8601، دي اللي بتفورمات الديت تايم بنفس الشكل بتاع الفورمات بتاع اللابتوب بتاعي، فبالتالي هيعرف يماتش الاثنين مع بعض. وهقول له سيف، بعدين تيست تاني مانيولي تيست ران فلو. هايل، كده جاب لي ان الفلو ران سكسسفولي، يعني ما عنديش فيه اي مشكله. طب حلو قوي، يبقى هو عدى على الاولاني، حط كل الايتمز اللي موجوده في الاكسل شيت وراح على كل ايتم، وهم 3 ايتمز اهو ظاهر لي هنا، وابتدى يشوفهم وجاب لي ان الكونديشن هنا دان. طب والكونديشن هنا دان يعني ايه؟ يعني هو الريزلت بتاعته اهي هلاقيها هنا ترو. اول ده اول رو موجود في الاكسل شيت. طب نروح على التاني، الكونديشن دان والريزلت بتاعته ترو، فكده هياخد الاكشن اللي هحطها في الترو. طب نروح على التالت بقى، done، لانه ما عندوش مشكله، هو هنا ما فيش ايرور، بس الريزلت بتاعته ايه؟ فولس. فبالتالي في الحاله دي لو انا حاطط اكشن هنا في الفولس هياخد الاكشن اللي موجود في الفولس. بس احنا طبعا مش هنحط اكشن في الفولس لان احنا بكل بساطه عايزين ريمايندر يتباع. فهنعمل edit ونحط بقى هنا condition اللي عملناه كتير جدا، send email version 2 اهو. هقول له انا عايز ابعته لمين، هختار من هنا ان هو use a dynamic content، وبعد كده هختار الايميل وهحط في السبجكت ريمايندر. ممكن على فكرة جدا احط ايموجي واقول له ريمايندر، احط مثلا علامة البايب، واختار من هنا من الدايناميك كونتنت مثلا النوتس
او ايا كان اللي كان ممكن اعمله في الريمايندر. وهنا هكتب النوتس مثلا تاني. طبعا احنا شفنا موضوع الايميل ده كتير فانا هعدي الحته دي. المهم ان انا هنا عاوز احط في السي سي ايميل السوبرفايزر. مهم جدا بقى نركز في ان احنا لما نختار كولون فيه ايميل ده مش محكوم زيه زي باور ابس، فبالتالي انا لازم اكون متاكد ان الايميل مكتوب بالفورماتنج بتاعه صح، لان مش رابطه زي باور ابس بالدايركتري فهيجيب الايميل صح اللي الناس بتستخدمه والكلام ده. انا كده رجعت للاكسل، فانا رجعت ان انا الحاجه بتبقى انتر شخص ما هو اللي بيحطها، فلازم اتاكد ان الحاجات دي كلها مظبوطه والا هيجيب لي ايرور طبعا. طيب انا عاوز احط هنا الايميل بتاع السوبرفايزر وهعمل سيف. وتعالوا نتست الفلو على كده مانوالي تيست ران فلو دان. وهروح كمان افتح الايميل عشان اطمن ان كل حاجه تمام وان الايميلين طلعوا والايميل التالت ما طلعش. هايل، الايميلين اهم جم. الايميل الاولاني نوت 1 والايميل التاني نوت 2 وده ريمايندر وده ريمايندر. والايميل التالت ما جاش اللي هو نوت 3 ما جاش لانه تاريخ الريمايندر لسه ما جاش. طب تعالى اقول لك بقى على حاجه، على لقطه زياده هتفيدك جدا. انت عاوز ان الريمايندر يروح قبلها بيوم او قبلها ب10 ايام او قبلها ب50 يوم زي ما انت عايز. تعال نتست النهارده قبلها بيوم. وهرجع هنا للفلو وهقول له يا فلو اعمل لي اديت، وهروح على الكونديشن وهروح على فورمات ديت تايم. وده بقى انا مش عايز اغير فيه، انا عايز اشوف تاريخ النهارده بيساوي اليوم اللي قبل التاريخ اللي موجود في الاكسل شيت. يبقى دي خلاص انا مش عاوزها، سيبها زي ما هي. هاجي هنا على فورمات ديت تايم اللي بيشوف تاريخ الاكسل وهمسح دي كلها على الاخر. وهكتب ايكويشن تانية اسمها اد دايز وهفتح قوس وهقول له اول حاجه هو محتاجها مني الديت نفسه اللي انا هغيره. الديت موجود في الدايناميك، هكتب هنا ديت وهختاره فحطهولي. هعمل كوما. قال لي عاوز كام دايز؟ هنتفق لو احنا عاوزين ان الريمايندر يجي بعد اليوم اللي في الاكسل شيت بيوم يبقى هكتب 1، انما لو قبله بيوم يبقى هكتب -1 كوما. الفورمات بتاعي ايه؟ نفس الفورمات اللي احنا عملناه قبل كده، انا مسيفه تقريبا اهو، يبقى هو ده. وهعمل ابديت. يبقى في الحاله دي لما هعمل سيف ونعمل تيست ومانوال وتيست ران فلو دان. انا سمعت صوت الايميل فواضح ان في حاجه طلعت. يا رب يكون الايميل اللي طلع صح. تعالوا الاول نشوف الاكشنز. اكشن 1 لا نشوف الكونديشن. نطلع على اكشن 1 تمام ككونديشن بس ما فيش ايميل طلع. اكشن 2 تمام تمام. اكشن 3 تمام وطلع ايميل. الايميل اللي طلع المفروض يبقى نوت 3 اهو، نوت 3 وجالي الايميل زي ما احنا عاوزين بالظبط بالتريجر اللي احنا حطيناه. فكده الاوتوميشن ده بقى شغال معايا زي الفل وتستد وما فيهوش اي مشكله. ان شاء الله هتستفاد بيه في شغلك، وما تنساش تدعي لي دعوه حلوه. سلام.